Den baş havalên hêja bînerên ezîz dostên delal. Îro xeleka me yekemîn ji programa Zoom. Weko me ji we re got di promo de Zoom nêzîkî kê dibe, nêzîkî wan kesê balkêş, kesên tiştekî cuda di nav me de kirine, em ji war dibêjin bi erebî mewahib. طبعا يسعد مساكم جميعا واهلا وسهلا فيكم بالحلقه الاولى من برنامج زوم. اليوم رح نحكي باللغه العربيه كاستثناء. طبعا الضيف ما رح احكي قبل ما تشوفوه. الضيف هو شخص كتير عزيز علي، كتير غالي، انسان عمل خليني اقول عمل الشغله الكتير كبيره اللي بنفتخر فيها. بكل اختصار آزاد أوستوشلان، مرحبا فيك يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك وأهلا وسهلا بالجميع طبعا اللي عم يشاهدونا، وأهلا وسهلا فيكم ببيتنا المتواضع هون. انتم اليوم باستضافتي، فبشكركم على هذا اللقاء، وإن شاء الله الناس يعني تعرف عنا أكثر من خلال هذا اللقاء، وكمان المواهب اللي رح يشوفوها بعدين بالبرامج اللاحقة على قناتكم. طبعا أهلا وسهلا فيكم. نحن اجينا لعند آزاد بهيك بدون تخطيط، بدون كتير شغلات، فجأة. بالضبط كفجأة اجينا. نحن اليوم رح نورجي للعالم ونبين مين هو آزاد الشخص الحقيقي، مو آزاد الموجود على اليوتيوب. آزاد أوستوشلان، آزاد أوستوشلان آزاد الحقيقي. خلينا نقول رح بلش ب طريقة قطع تذكرة القطار. 4 سنين يمكن أكثر كمان. تقريبا هاي ببداياتي باليوتيوب. شو بتذكرك هاي الكلمة؟ يمكن هذا الشيء كان من البدايات. طبعا يعني كل واحد يعني مثلا بلش مسيرة أو بمسيرة اليوتيوب بشكل عام، يمكن واحد ما عرف حاله أنه ممكن ينجح في المستقبل إلا لحتى عرف الناس انه صارت تبلش تحبه، صارت تبلش تتابعه، صارت يعني يصير عنده مشتركين مثلا اكثر على قناته، فصار يعرف شوي. هذا الفيديو وفي فيديوهات قبل كمان كثيره، يعني من 4-5 سنين تقريبا. كنت جديد لسه هون في المانيا، فكنت يعني شو اعمل، كنت اتعلم شيء جديد، مثلا اعرف انه اقطع تيكت القطار مثلا، او اسحب من البنك مصاري عن طريق الكارت. ما كان عنا بسوريا، انا ما على زماني يعني ما جربت هذا الشيء. ممكن يكون كان في سوريا طبعا هذا الشيء، بس انا ما جربت يعني. فلما بتعلم شيء جديد هون فحبيت اعمل عنها فيديو واشاركها مع الناس. فهي البدايات كانت يعني اي شيء كنت عم بعمله هون في المانيا صرت اصور عنه فيديو، والحمد لله يعني ناس كمان كانت مثلي جدد هون او جاي جديد هون، فتشكرتني وصار عندي متابعات كثيره على اليوتيوب من وقتها، يعني الحمد لله على كل حال. شوفوا هالشيء اسمه عن جد هاشتاج فعل الخير. هذا الإنسان الخير، هذا الإنسان اللي عم بيحاول يتعلم شيء، ولكن عم مو بس عم يتعلم، عم يحاول يعلم الناس. آزاد أنت بلشت بالفيديوهات اللي ساعدت فيها الناس عن الإقامة الألمانية، بتذكر عن الأوسلندر، عن جوب سنتر، عن أنت شو اللي خطر بالك إنه هيك تقلب على السواقة؟ هلا مثل ما قلت، هي بالبداية لما الواحد يبلش بهاي المسيرة الواحد ما بيعرف حاله وين بده ينتهي فيها بصراحة. يعني مثلا بتبلش بشيء ممكن تنتهي بشيء تاني حسب انت واهتماماتك فيما بعد. فكانت الفكرة من البداية لما انت جديد هون في ألمانيا، الناس مثلا جدد وصلت هون على ألمانيا، شاركت تجاربي مع الناس، كيف اخذت على الإقامة، شو الأوراق المطلوبة، كيف تقطع كذا هاي الفيديوهات. فكانت عبارة عن تجربة. لما شاركتها مع الناس حبتها، فصار في متابعة. التجربة الأخيرة يعني اللي إلى الآن أنا مستمر فيها الصراحة، يعني هي عن السواقة. بال 2017 بتذكر، أو بداية 2017 مثلا، طلعت الشهادة، أو 2016 نهاية 2016 طلعت شهادة السواقة، وحبيت الأسئلة. ليش؟ لأنه الأسئلة مو واضحة، عرفت؟ مشان هيك حبيتها. فكنت عم بدرس أنا هاي الأسئلة، كنت عم بشرح لحالي في هاي الأسئلة. أوكي، أنا عم بقرأ السؤال، عم بحط حالي محل السؤال وعم بحل لحالي. فأنا حبيت الأسئلة لأنه الأسئلة صعبة، فحبيت اشرح هاي الأسئلة والأجوبة للناس. طبعا قلت ممكن الناس هاي إذا بتتفرج علي تفهم الأسئلة، لأنه الأسئلة باللغة العربية شوي مصعبين كتير بالترجمة. والحمد لله كمان شاركت هذا الشيء مع الناس بالأسئلة النظرية طبعا، وبعدين على الدروس العملي. وكمان الحمد لله نجح هذا الأمر، والناس كتير صارت عنا تحكي كلام منيح، يعني انه تتابعنا وصار تفهم على شرحي، لانه كنت اعطي بطريقه مثلا
مو من استاذ طالب. انا الى الان بقول له ما حدا يلي استاذ، انا مجرد اخ لكم، حبيت اشرح هاي الاسئله بطريقه تكون سلسه، انه كانه انا بارك معكم بغرفه وحده وانا عم بحكي معك كصديق يعني. أكيد. فالناس حبت هاي الفكره والحمد لله لقى نجاح كبير بين الناس. يعني هذا الشيء انت لما حكيت انه لقى نجاح، انا متاكد 100% انه لقى نجاح، لانه ابي من كم يوم طلع شهاده السواقه كان عم يحضر الفيديوهات آزاد. كرمان جيت بين خيرها بصد خيريه، يعني هاي رح تترجم بالعربي بعدين بالمونتاج. حكيت بالكردي ليش؟ لننوه انه آزاد هو اصله كردي. ليش عم يحكي عربي؟ رح يوضح لكم هاي النقطه، بس السؤال رح يكون كالآتي: مين هو آزاد؟ خلينا ما نكون كلاسيكيين نبلش مين آزاد ومن وين وما بعرف شو. سألنا كم سؤال، وهلأ أنت رح تقول لمتابعينك أنت من وين وأنت اجيت ويعني حياتك الشخصية. يا سيدي أهلا وسهلا. هلأ بدي هيك باختصار شديد، يعني أنا ماني عبقري زماني يعني فيني أقول قدام الكاميرا. أنا إنسان كتير بسيط، اسمي آزاد مروان. طبعا أنا من مدينة كوباني، أزش كوباني ما ملتي كرماج ما قدرتك أمش كوبانينا. طبعا بمسماها العربي اسمها عين العرب بشمال حلب، نحن تابعين لحلب. هلا أنا قضيت تقريبا حياتي كلها في مدينة حلب، ولكن ولدت طبعا بكوباني وبعدين سافرنا على حلب بحكم إنه والدي عمله بحلب شغل هيك. حياتي ما كتير فيها تفاصيل مهمة بصراحة. أولى يعني درسنا للثانوية وبعدين سجلت في المعهد المتوسط الصناعي بحلب، وبعدين رحت على الجيش، خدمت 2 وشهر تقريبا، روحتهم على الفاضي اوكي فينا نقول. وبعد التخرج توظفت بشركة كهرباء حلب، يعني ضليت كمان 2.5 3. بعدين صارت الأزمة السورية، خرجت لتركيا بال 2014 تقريبا. وبعدين أخي عمل لي كفالة، أنا جيت بنظام الكفالة هون على ألمانيا بال 2014 الشهر ال 11 وصلت على ألمانيا. فهاي هي البدايات في وصولي على ألمانيا. طبعا أنا جيت من الدفعة الأولى مثلا فينا نقول، لسه ما كان في كتير ناس هون. بال 2015 تقريبا بلشت باليوتيوب فيني أقول، إنه لأنه وقت صار الأزمة وصار مثلا الناس فتحت الحدود، صار ناس كتير تجي هون، فأنا كنت سابقهم شوي. فكنت أحكي إنه كيف تحصل على الإقامة، كيف تقطع كارت القطار، وهالتفاصيل تشاركها مع الناس، والناس كانت تتفرج لأنه كان تجديد واسطة. طبعا بالتاريخ 2015 و16 صار بلشت تجي. فهذا بكل بساطة يعني. والحمد لله على اليوتيوب بلشتها من 2015 والناس لقت استحسان لهذا الشيء. بالنسبة لشغلي، أنا حاليا شغلي كله على اليوتيوب، مفرغ وقتي كله لفيديوهات. طبعا أنا عندي قناتين على اليوتيوب، آزاد أوس دويتشلاند، وفي قناة جديدة كمان آزاد إكسترا. صار فيها مشاكل قديمة، نقلت على الجديد وبعدين حلت، يعني هلا صار في عنا قناتين الحمد لله. أوكي. شغلي كله أنا مفرغ على اليوتيوب، وشغلي هون في ألمانيا كمان هو يوتيوب. أنا عامل فيها جيفيربا والحمد لله عم بيجيني منهم مدخول، يعني معتمد على حالي فيه. يعني أنت الكهرباء ما رح ارجع لها لأنه عندي تجربة سيئة بشركة كهرباء حلب. تعرضت لصعقة كهربائية كبيرة، كونتاكت، يا دخلت مشفى، ويعني وما بدي اشتغل فيها. صار عندك فوبيا من الشغل. لا الكهرباء ما بدي فيها اشتغل فيها. فهلا حاليا على اليوتيوب وعم فكر بالمستقبل ان شاء الله، يعني اذا بتسألني حاليا جديا ان شاء الله السنة الجاية رح بلش يعني اسوي اوس بيلدونج مثلا فارليغا او يعني هذا السؤال اللي هلا كنت رح اسأله. انت ذكي وسريع البديهة، انت كهدف مو حابب تعمل مدرسة سواقة باسمك؟ انا خليني يصير استاذ حاليا بكفي، ما بدي المدرسة. هلا المدرسة عن الهدف الاعلى يعني اوكي، بس اما كمرحله اولى بدي اعمل اوس بيلدونج ان شاء الله كفارليغا، يعني مدرس او مدرب يعني بالمدرسه. وبعدين ان شاء الله اذا بنفتح مدرسه نسميها آزاد أوس دويتشلاند. حلو. اليوم آزاد أوس دويتشلاند او آزاد مروان، شو بتعطي النصيحه للجيل الجديد، وشو بتقول للسوشيال ميديا الكردية؟ انت اليوم شخص كردي ولكن عم بتقدم محتواك بالعربي. ليش؟ لانه ابسط مثال، شهادة السواقة ما فيك تطلعها بالكردي. السوشيال ميديا الكردية ما نهال متطورة كتير. انا هيك عم اقول والجمهور هيك عم بيقول. طبعا هذا مو رأيي بس لحالي، رأي الجمهور. انت شو نصيحتك لهالجيل الكردي اللي هلأ طالع لحتى يطوروا السوشيال ميديا؟
طيب هلا رح جاوبك، بس خليني اجاوب على جزئيه بسيطه كمان مشان اللغه العربيه والكرديه. رح احكي هلا باللغه الكرديه، بتمنى انتم تترجموا هذا الكلام باللغه العربيه طبعا من دون شك. نعم لا ترجم برسكيت بيت شما كردي يعني شوريناكي اوكي. مثلا كقناتي من سر يوتيوب الشيء قدم دكما شيء تعليميه خاص مثلا في شهاده سواقه اوكي، انه مرة اشتهوا بس مثلا عربي باجو اشتهوا مثلا بخونه باسيلانا. السبب الرئيسي الفاتشتا تنكوني امتحان نهائي سواقه ما في كردي اوكي، انه هاكو زماني كردي تير نفضها اوكي حقي وهابو مثلا بدقود اسكورم لازم كردي ورا قدم بكون انه بس على هاي بيجي وهاي بيجي اوكي. تننا امتحان نهائي تننا فاتشتا اجباري تكتب عربي قدم كي. وفي ناحيه ثانيه كمان تشيك ديجه ملاتي ماي كردي السوري مثلا او العراقي حتى مثلا يهوني كرد مثلا عربي زانه تبي يكون كان يعني كتابة بيفهم العربي، فالاسلوب الفهم انه هو بيفهم. اما العكس غير صحيح. وانا بصراحة عندي رسالة يعني انه انا كردي من سوريا، اذكر ماجي سوري، ما انا سوريا ما بنساها، انا ابن سوريا اوكي، اكلت وشربت ونمت وعشت ودرست في سوريا، انا سوري واعتز في الدرجة الاولى اوكي. بس انا من اكراد سوريا، في عرب في اكراد في ارمن في مسيح سوريا يعني فيها كتير طوائف وكتير اعراق كلهم عايشين اوكي، بلد الكل تماما. فهي الفكره الرئيسيه لما عم بقدم بالعربي، لانه الاسئله بالعربي والشرح كله رح يكون بالعربي، هذا هو الغايه يعني الكبرى اوكي فينا نقول. هلا بالنسبه للسوشيال ميديا الخاصه بالاكراد او بكرمانجا از دورتها بيجم بصراحه يعني از مثلا از ياك جوانان از خوي يوتيوبر مثلا بزماني عربي شيء تقدم لكم، بس بالسوشيال ميديا كرمانجي اسبر خلنا بتابع وانام از دبنم يا قناه هنا كوميدينا مثلا مسلسلات شيتكن صار يوتيوب ازوان دبينم يعني، بس هندكن هين مو منتشرين بس نكرم قناتي كردي تدبينه صدماوي شي سبباوي شي ازر الناس ما بتشجع يعني مالتي ما كرمانج ترسي كردي دانك بك صار يوتيوب ننجحي اوكي شخط ترسي انه از كردي دانك كاس من نانيري عربج ما بيترن ايه عربج ما بنان از بين بس سبب رئيسي انه ما بيتشجع يقدم شيء باللغه الكرديه، بيخاف انه مثلا ما يجيب مشاهدات او زماني مثلا كردي ملاتلي برلينانير اف سبب رئيسي. وسبب ثاني انه قله مثلا شو ترى قله المواهب فيني اللي راح يقدمها على هذا الاساس باليوتيوب. طيب انت هلا اعطيتني هاشتاج انه نحن برايك عنا مواهب قليله اذا بنقارنها مثلا بنقارنها مثلا بالعربي اوكي اكيد نحن كعدد يعني مثلا كعدد اوكي نحن اقل بس مثلا اذكر شامل كرمانجي ما سوري شامل بكم وعراقي لانه ام تشكينيزي كونتاكت هذا بور هي يا وعربيش فهم بكنا اذكر نقارنه مع العرب او المحتوى العربي فيه. بس الاتراك اكراد تركيا ما بعرف انا عنهم شيء بصراحه، او ايران مثلا كمان نسبه كبيره ما بعرف عنه. بالنسبه لهون هنيك عندهم مثلا اكثر في عندهم جرأة اكثر يمكن بالطرح بالمواضيع باليوتيوب. اذا بنحكي على اليوتيوب خاصه اكيد اليوتيوب مجال بدك تجيب فيه مشاهدات، بدك تحكي باللغه الكرديه او العربيه او الاسبانيه، المجال تبع اليوتيوب هو اذا انت ناجح بتجيب مشاهدات شو ما بدك اعمل هذا مجاله. صح هو ممكن مع احترامي يعني هو ممكن مجال ما يكون كتير يعني مثلا فيه كتير مواهب، بس ولكن هذا هو الدارج حاليا من اليوتيوب. ما في قناه مثلا شو بدي لك، ما في قناه مثل قناه تلفزيونيه انه لازم تكون متقيده بمعايير وكذا كذا. لا اليوتيوب اي شخص عادي بيقدر يعمل قناه وينشر، يحط الكاميرا تبعت الموبايل حتى وينشر عليها شو ما بده، وممكن يجيب مشاهدات كمان. اوكي بس جاب مشاهدات هذا ناجح. اوكي طيب عيار اليوتيوب. طيب أزاد انت كشخص يوتيوبر شايف انه السوشيال ميديا تبعنا فيها نقص انت شو نصيحتك لهذا الشعب، لهدول الشباب اللي جديد عم بيفوتوا على اليوتيوب؟ كرمانج الجرأة والجرأة يعني لازم خاصة هوني ملاتي مثلا كرمانجي يعني زاني خوش وربك بالزماني كردينها وند من الدنير مثلا كرمانجي ناخذ المدرسة كرمانجي مش اجمال هما كرمانجي مش مثلا بيك ضعيف به بس اشخاص لهنا ازمان زانم ازدوم احتكاك مبارك كرمانجي قونا زانن شوريبكن زانن مثلا اذا بدنا نعبروا عن شغله او فكره باليوتيوب كانن زانن زلال شيروبكن زلال ها ابناء لازم يتشجعوا يعني ما يتاخروا عن الناس، لازم يقدموا حالهم ويقدموا محتوى مناسب
يليق مثلا في الفئة او يليق مثلا في المجتمع الكردي. ام بيجن هون بس يكون عنده الجرأة ويكون عنده فكرة وموهبة. اكيد انت يعني عم في اشخاص اكراد انا بعرفهم طبعا لسه عربي قدم ذكنا بس موهبتهم يعني عندهم موهبة كبيرة يعني اشخاص. اكيد نحن رح نقعد مثل ما قلت لك انت فتحت الباب يا اهلا وسهلا. وهذا الباب ما راح يتسكر هيك بالهين. كل المواهب الكرد اللي عم يحكوا عربي وعم بيقدموا عربي نحن رح نزورهم مثل ما زرنا حضرتك بالبيت. يا اهلا وسهلا. نحن كمان مثل ماجازين شيء جديد حاولنا نقدم، حاولنا يعني نتقرب من الناس اللي إلها تأثير على المجتمع، اللي إلها بصمة معينة بمكان معين، اللي عنده شيء ما حدا سبقه عليه. فهمت علي؟ فنصيحتك كانت كتير رائعة، انه الجرأة والمحتوى الهادف كمان والهادف والحكي. يعني مثلا كيكو الموجود بكنا بفيديوهات لازم يكون واثق من حاله انه انا عم بستهدف المجتمع الكردي، لازم كرماج مبني يتشجعوا. اذا واحد قدم هاي الفكره راح يتشجعوا البقيه كمان انه زماني كردي قدم. شو معناها هناك مثلا از سر يوتيوب دبينم كوميدينا حلقاتنا كوميدينا كرماجي از حظكم شو لانه اول مره دي بيسمع انه بتشتغل بحلقه بالعاده من مثلا مسلسلات كردي ندينا بصراحه يعني. از دبينم هو انا كيف مخش بانه هو زماني كردي دك لهجات اختلاف دك بس اجي فهمت مش تبي يا فاز وانا شجع دكم انه دركها شو خفشارتنا ما في داعي يعني مع احترامي لكل الناس اللي عم يتفرجوا علينا من اي جنسيه كانت، عربي كردي شو ما كانت، يعني اللغه هي سبيل للحوار او سبيل للتفاهم فينا نقول ما بين الناس يعني. ولكن اذا نحن رح نقدم اللغه الكرديه بمحتوى معين او بشيء مثلا فينا نقول انه نفرجي الناس انه نحن هيك نحكي مثلا، فلازم هاي الناس تكون جريئة وتحكي على اليوتيوب او وين ما كانت يعني تحكي بلغتها الام. هذا الشيء عادي طبعا، كل حدا عنده فكرة رح يقدمها. مثلا انا فكرتي عن القيادة او السواقة او الحياة في المانيا، فانا مضطر كتير يعني انه اقدم باللغة العربية، لانه اذا قدمت بالكردي ما رح يكون ذو فائدة للجميع. بالضبط. بس اما ممكن يكون عندك محتوى يكون باللغة الكردية ويكون فائدة للمجتمع الكردي. هذا الشيء عادي يعني أكيد. طبعا. أزاد الحكي معك كتير ممتع. يا أهلا وسهلا فيكم. نحن صدقني ما بنشبع من قعدة الموهوبين والمميزين مثلك. أكيد ما بدنا نعمل سسبنس أو ضجة للشغلة اللي نحن عم نعملها، ولكن نحن كماجازين كتير بهمنا إنه أشخاص مثلك يكونوا متواجدين معنا، يكونوا ضيوف عنا. اليوم نحن ضيوفك ولكن انت ضيف على صفحتنا. اهلا وسهلا. كتير نتمنى لك التوفيق. شكرا كثير لكم. شكرا زيارة. انا بس بدي تختم كلامك بنصيحتك وبكلمتك الاخيره لجمهور ماجازينا كردي، اذا بدك بالعربي بالكردي او ميكس ما بتفرق. از خواهم اول شيء بكردی بدنگ بکم ملتی مقداریتی که جمهور مجازین من كلمة مجازين خاص مجلة باللغة العربية نا مجازين. اوكي از خواهم برنامجي و او برنامجي و يعني پیشکا و نولگوتی اون حرف ملت مثلا ببینن ملت جوا راضي به طبعا وملت ما راضي به اكيد بالنهاية. ومن لما بنقولي انا اتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاهدين طبعا. وباللغه العربيه بقول انه اي حدا مثلا عنده تجربه هون في المانيا طبعا بتمنى يشاركها معكم هون على مثلا مجازين مشان الناس تستفاد وتعرف تجارب الناس الثانيه طبعا. وانا بتمنى لكل الناس التوفيق طبعا اللي عايشين هون او باي دوله عم يشوفونا منا طبعا. اهم شيء تكون لما بتبلش شيء او لما بتنجح بشيء استمر بهذا النجاح، ما توقف قدام العراقيل اللي خاصة حواليك مثلا توقفك. دائما استمر في هدفك مشان توصل للنهاية وبتمنى لكم التوفيق أكيد. شكرا حبيبي. بهذا الكلام المعسول وبهاي الروح الحلوة استقبلنا آزاد وكنا ضيوفه بكرديجي أذربيجان ام هيدي دقين داويا خلق أخوة ام إيرو قالك كيف خوش بون هبالك هيجا ما او ورگرد و از گلکی که خوشم گه مروفکی مینا آزادی دناب ما کرداده
خالك باش تشكريه وباندورك بي باش السر ملت هي حطاني خلك قدنهم بمينت كيف وخوشيده. بتمنى تكونوا بخير وسلامة، وإن شاء الله راح نجهز لكم شغلات أقوى وأقوى. وآزات أوس دوشلاند لا تنسوا تتابعوا على القناتين، آزات أوس دوشلاند وآزات إكسترا. بخير، لا تنسى. باي باي.